ليه كان زمان مم. في الجنجل يا جماعه دي اللي هي الاغنيه أغنية. شوكولاته جيرسي واكلك واكلك جاو مياو، بستك ناو. تمام، دي احنا حافظينها لحد دلوقتي. ايوه ده معناه ان هي كانت شغاله. ايوه طبعا. ليه ما بقى يعني دلوقتي لا الجنجلز؟ طارق نور عمل شويه جينجلز يعني موجوده في ذهن المصريين لا يعني مالهاش حل. فور ايفر يعني انجريند في الكالتشر المصري. ليه بقى ده مش لا موجود جدال دلوقتي؟ يعني. او موجود بس الاغنيه ما بيبقاش فيها اسم المنتج اصلا، يعني فاهم قصدي؟ ما بقتش الجناج اللي بتتكتب النهارده مش بالحلاوه بتاعت باك دان. الكلاتر طبعا غير يعني زمان ما كانش بيبقى فيه غير جيرزي على التلفزيون فاهم قصدي. وما فيش عشان غير كده القناه الاولى المنتجات بقت والثانيه اكتر فانت النهارده اللاندسكيب اتغير تماما. انت الملعب بقى حاجه تانية خالص. بس احنا بقول لك احنا كنا جناجل كتير جدا لغايه مثلا متهيألي اخر التسعينات. بعدين دخلنا في فكره بقى الكونسبت والفكره والكوميدي والاعلانات اتغير شكلها. وبعدين ليتلي كده رجعنا طبعا كل الكرييتيفز الشاطرين بقوا مخرجين. فبقى في برضه صحراء في الكرييتيف. وفقر رهيب في الكرييتيف. فرجعنا بقى تاني للجناجل. يعني انت النهارده لو فتحت التلفزيون في رمضان هتلاقي بقى الجناجل اللي هي بقت كمان مش يعني جيرزي كان جنجل عبقري وكان 20 ثانيه وكان ويتي وكان في اسم المنتج زي ما انت بتقول وكان بيدي مسج فعلا. ما بقول لك طارق نور كان هي ماستر ذس. النهارده الجنجل بقى تلاقيه 3 4 دقايق انت بتتفرج على ميوزك فيديو. هي ايوه، ما هو فيديو بينزل كليب. في الاخر اغنيه. هو كليب. وكليب وجايب بقى 3 4 5 6 7 8 9 مشاهير كل واحد بقى وفلوسه فاهم قصدي. وبقى يبقى زد ضد فودافون ضد اتصالات ضد زي 7 حرب ضد ومحمد رمضان ويد. طلع عمل اغنيه. هي اغنيه. فاهم. صح. هي اغنيه وبقت اعلان بس هي اغنيه. فهي اغاني يعني. هو بقى البيزنس بقى اكتر يعني اكتر ناس كسبانه فلوس النهارده في الاعلانات هم بتوع المزيكا. طبعا. وائل علاء بقى ساري هاني الناس دي عيني يعني عليها هو برد. بيعمل اغنيه من زيرو. تماما. بقول لك 90% of the projects include some kind of music يعني of واو. بس هي بس هي بصراحه هي بتنتشر في ثانيه. لا بس انت لسه كنت بتقول ان انت عايز، انت شايف ان الجينجلز المفروض خلاص. لا انا مش بقول ان هي خلاص. انا بقول لك ان هي مهنه تانية. اوكي. فاهم قصدي يعني محلات الشاورما بتنتشر بس انا مش بتوع شاورما فاهم قصدي يعني. قصدي انا مش بجادل انها ساعات بتنجح بس قصدي هي مهنه تانية يعني. قصدي خلاص ما بقاش في ديماند على كرييتيف. ما نسميش نفسنا بقى كرييتيف دايركتور. وانا كرييتيف دايركتور عشان ايه جبت فاهم قصدي روبي في اعلان تبقى كرييتيف دايركتور او جبت مش عارف مين يغني فاهم قصدي ايه شغله الكرييتيف دايركتور يعني في الاعلان الاغنيه ده ما بيبقاش فيه اي فكره. انت بالنسبه لك ايه الصح؟ كرييتيف المفروض يطلع لبرودكت ازاي يعني؟ ايه الكونسبت وراه؟ لا هو الشغلانه بتاعتنا دي زمان كانت used for يعني to solve an advertising problem يعني عشان بيسموها كده عشان تحل يعني مشكله عندك اعلانيه. نوع من البيزنس مش لازم منتج على فكره. ممكن يبقى منتجع سياحي. أيوة. ممكن يبقى لقاح. أيا ممكن كان. اي حاجه. ممكن تبقى مستشفى السرطان يعني. انت عندك بيزنس عنده مشكله محتاج يوصل الحل بتاعها للجمهور. بني ادم بيفكر بطريقه مختلفه شويه يحل له البيزنس بروبلم دي. وممكن الحل ده يبقى SMS مش شرط يبقى اعلان تلفزيون 60 سنه يعني. ممكن يبقى اي حاجه. ممكن يقولوا لا انت تبعت جوابات بالايد لكل واحد من وات ايفر يعني فاهم. مفهوم. اتس ا كرييتيف سوليوشن ماشي في الاخر فاهم قصدي. فالجناجل بتاعه رمضان السنه دي واللي فاتت والاخر 10 سنين دي مش كرييتيف سوليوشنز لاي حاجه فاهم قصدي يعني. هم مش محتاجين يروحوا الايجنسي يعني. فهمت ماشي. فانت بتقول ان احنا دلوقتي بقى في خلط في طريقه التفكير ان احنا ما بقيناش نحل مشكله المنتج. احنا بقينا نسقف له ونحط له اغنيه وعدي. بالظبط. احنا عايزين حاجه فايرل بالظبط من الاخر يعني. بالظبط. بنعمل شرايط. ايه اللي هيفايرل؟ زمان. اديني كليب بالظبط بس. بالظبط. بس انت شايف ان يومنا هذا اكتر الفكره الدراميه او الكوميديه بتنجح اكتر من الفكره الغنائيه او البتاع، ولا برضو على حسب الفكره اللي معموله؟ على حسب الفكره. على حسب الفكره وحسب المنتج وحسب مين اللي عاملها او مين يعني. وعلى فكره بره ساعات بيبقى فيه جينجلز بيسموهم ميوزيكلز او يعني بيبقوا حلوين بس برضو بيتهيألي لازم بيبقى ليهم فكره يعني. بتبقى الاغنيه محطوطه بتخدم او بتخدم على فكره معينه وفي لاين في الاخر مكتوب وفي مش اغنيه والسلام اللي هو مين اغنيته احلى يعني فاهم قصدي. ايوه انا كنت لسه يعني هو حتى الناس دلوقتي بقيتش تقول اعلان فودافون احلى من اعلان بيقولوا اغنيه فودافون احلى من اغنيه اورنج او اغنيه زد لذيذه. هو اصلا ما حدش ساعات اصلا الناس ما بتقولش اصلا اغنيه فودافون. الاغنيه بتاعت عمرو دياب مثلا جديده جامده قوي اصلا كمان ويطلع اصلا اعلان ويطلع اغنيه محمد رمضان كده يا جماعه. هو الناس كانت عارفه اغنيه محمد رمضان. استحاله بعد سنتين تبقى فاكر مين طبعا. يعني مين اللي كان جايب البنت اللي بتحب الواد ومين اللي كان جايب العيله ما هو في الاخر نفس الرساله يعني. حب اللي بيحبوك وما تحبش اللي ما يحبكش ايوه واللمه حلوه واللمه حلوه واللمه في رمضان وفي شط السفره
فاهم قصدي؟ وصوت حنين بقى سواء بس صح يعني انا فاكر انت بالذات يعني الحاجات اللي انت عملتها كلها دايما بيبقى فيها رساله كده معينه زي بتاعت بنك مصر في الاخر البنك الاهلي والبنك الاهلي قصدي وفي بتاعت اي جي بانك ان انت في الاخر ما حدش واخد باله منك يا لهوي محدش عمل لك حساب محدش عمل لك حساب فشيخ. فهي في الاخر في زي تويست او بلوت كده في الاخر ان انت بتفهم المسج ايه وشكرا. انت بتاع ايجي بانك ده كان كاستنج ولا انت جبته من حته؟ ده ابن عمي. ما تهزرش. اوفا ده فظيع. عليه سحنه. اسمه عبد الرؤوف يعني هو اسمه اوفا اصلا في الحقيقه يعني فظيع.